السلام عليكم أحبائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم من ما كنتوا عم تتابعوني، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي فتافيت غادة جبؤجي. لو أول مرة عم تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل شي جديد. وإذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك لدعم القناة. اليوم وصفتنا كتير سهلة حبيت شارككم فيها. عملتها اليوم على الغداء وعن جد رائعة رائعة. هي صينية الدجاج، مسخن الدجاج. وصفة كتير سهلة وكتير طيبة، بس هي بقى ما بتتاكل غير في الإيد. اللي بحب ياكل بالشوكة وبالسكينة هاي الوصفة ما يلاقله. هاي طيبيتها غمس، هيك بدك تغمسي وتاكلي. عن جد روعة وكتير كتير سهلة، كلها تطبيق. خلونا مع بعض نشوف المقادير. جربوها واعطوني رأيكم في التعليقات لا تنسوا. أول اشي بدي أضيف نص كاسة زيت زيتون. إذا عندك عزيمة، إذا مستعجلة يمكن ما يكون شكلها كتير، بس يعني عن جد روعة روعة، الطعم رائع. كمان نص كاسة دبس رمان. راح أضيف معلقة صغيرة بهار، 7 بهارات، ما لها توابل كتير. وفلفل كمان معلقة صغيرة، لا تكتروا لأن الفلفل بيبقى حاد. معلقة ملح، عصير 3 ليمونات. إذا الليمون عندكم كبير بيكفي ليمونتين، أنا الليمونات عندي صغار. كمان راح أضيف 3 معالق كبار سماق. هاي السماق أساسي في الوصفة. 3 معالق كبار. وبحرك ليمتزج كل الخليط. هذا الخليط رائع، يعني الدبس رمان مع الليمون مع السماق بجنن. اللي بحب الحوامض كتير رح يعجبه. عندي كيلو بصل، هي طيبيته البصل يكون كتير. انا حطيت كيلو، فرمته جوانح بهالطريقة وحطيته بالصينية. راح اضيف نص الخليط فوق البصل واحركه. وهلأ راح اضيف الدجاج. الدجاج غسلته ونقعته بمي وشوية خل، نضيفه عبضوي وصفيته، وراح احطه فوق البصل. هون حطيت افخاذ الدجاج، ممكن تحطي دجاجة كاملة بس بالفخاد بطلع اطيب. راح اكمل باقي الخليط فوقهم. بس في شغلة حابة انبهكن عليها، اذا بتجيبوا سكينة وبتشرحوا شوي الفخدات الدجاج بيطلع اطيب. هالصوص كله بتشرب جواته. انا هون ما عملت هالعملية، بس عن جد بيطلع اطيب. يعني كل فخدة تجرحوها بالسكينة هيك 3 جروحة لحتى يدخل الصوص جواته. وبس هيك خلص معي. هلا راح اضيف نص كاسة مي لان الخليط تقيل شوي، وراح اغطيها بسلوفان وبحطها بالفرن لمدة ساعة، وبشعل بس من تحت لمدة ساعة بالفرن. ليش؟ بعد ساعة كشفته. هلا بشعل من فوق. حبايبي ما تواخذوني على صوت ابني.
هون طالعته من الفرن وبدي احمر بس وشه، بشعل الشواي بس من فوق لحتى يتحمر الوش، وضلوا عم تراقبوا الشواي من فوق لحتى ما يحترق معكم لاني بيتحمر بسرعة. شوفوا شلون طلع معي، الريحة روعة، الطعم اكتر من رائع. وصفة جديدة جربوها واكيد رح تعتمدوها، رح يحبوها عائلتكم او للعزيمة. والله اشتهيت الجميع. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، دعموني لحتى أنزلكم فيديوهات أحلى وأحلى بوصفات جديدة. بدي أورجيكم شلون مثل ما بقولوا الحلبية نازل نيفع، بس سخن كتير ما عم بحسن أشيله، وهيك بتتقدم. إذا عندكم بقدونس أو بصل أخضر أو أي شي خضار ممكن تحطوه على الوش، بس أكلة طيبة بامتياز. إلى اللقاء بفيديو جديد إن شاء الله حبايبي.